علاش ما خاصكش تقرا في لافاك؟ ما ديرش لافاك لهذا السبب. الا كنت كتقرا في لافاك فراك غير كتضيع الوقت. لافاك زيرو افاق. تفرج في الفيديو كامل باش تعرف علاش قلت هذه الهضره. الفكره المنتشره عند اغلب الناس هي الا ما تقبلتي في حتى شي مدرسه عليا من بعد الباك فلافاك هي اللي غتقبل عليك، لانه الاستقطاب فيها مفتوح. غير جيب الباك ديالك واجي تقرا. وللاسف هذه الفكره صحيحه الا ما نجحتي في حتى شي كونكور من بعد الباك. راه الخيار اللي كيبقى لك هو لافاك ولا ليسطيه. لافاك كيتلاقاو فيها الناس اللي خداو الباك بالمقبول والناس اللي دوزوا مباريات وما دازوا في حتى وحده، فكتبقى لافاك كطوق للنجاه ليهم. الاغلبيه نتاع الطلبه كيدخلوا للجامعه وهما محاقدين وما حاملينش راسهم لانه ما تقبلوش في الكونكورات اللي دوزوا، وهذه المشاعر كتاثر على الطالب وما كتخليهش يركز في الدراسه ديالو وكيدخل في واحد الدوامه نتاع الشك. كيبقى يشوف اللي قراو معاه تقبلوا في مدارس عليا وهو ما حيتو لراسو اللي ولا كيعيش غير في التفكير، ما حيتو الاسره نتاعو اللي كتبرك عليه وكل مره كيحكوا على الجرح. شفتي ولد فلان تقبل في المدرسه الفلانيه، بنت فلان دازت في الكونكور الفلاني، وانت غير كتزيد تأزم. وهنا انت كتدخل في واحد الدوامه فين غيبقى عندك شي عقل باش تقرا، لانه العامل النفسي صافي كيلعب لك ما كيخليكش تركز على الاهداف ديالك. كتبقى تالف بدون توجه. الناس كتدخل تقرا وانت كتغيب لانه درتي واحد التوجه اللي ما مقتنعش به، غير تفرض عليك. كتوصل لفتره نتاع الامتحانات وانت باقي مأزم، ما فيكش اللي غيهز شي بوليكوبي راجع، وكتكون غيبتي في شحال من المحاضره، وكتخلي حتى لديك السيمانه التاليه ما قبل الامتحان عاد كتبقى تجري وتقلب على البوليكوبات وباش دازوك اللي كيقراو معاك، وكتقدر انك تنقذ الموقف شي شويه، ولكن داك المجهود اللي درتي في داك الاسبوع ما قبل الامتحان ما كافيش باش انك تجيب به نقاط عاليه وتفاليدي مونسيون وتكون من بين المتميزين، وبالتالي كتولي كتضيع شي بشي. التجربه نتاع لافاك تجربه فريده من نوعها، كتعلمك بزاف نتاع الحوايج، كتعلمك الصبر، كتعلمك تعتمد على راسك وما تبقاش معتمد على والديك. التجربه نتاع لافاك كتخليك تنضج وتولي شخص مسؤول على راسك، شخص مسؤول على القرارات نتاعك. انا شخصيا تعلمت من التجربه نتاع لافاك بزاف نتاع الحوايج من بعد ما كنت كنعتمد على والدي في كاع الامور. ملي طلعت لافاك وبحكم ما كايناش لافاك في مدينتي فكان خاصني نتحول لمدينه اخرى، فمشيت لديك المدينه وعرفت بقيمه انك تكون حدا والديك كيصبنوا لك ويطيبوا لك ويفيقوك باش تمشي تقرا. واذا كانوا عندك شي اغراض خاصك تقضيهم بعض الاحيان يقدروا هما يعاونوك ويقضيو دوك الاغراض في بلاصتك. لكن ملي مشيت لافاك تبدلوا فيا بزاف نتاع الحوايج ووليت كنعتمد على راسي في بزاف نتاع الحوايج لانه ما كانش عندي شي خيار اخر من غير هذا. لافاك كتبدل لك حتى الصفه، ما كتبقاش تلميذ كتولي طالب للعلم، والطالب الاستاذ فقط كيوجهه، اما راه الطالب هو اللي كيولي كيبحث على المعلومات ويقرا كتب لانه كيولي طالب للعلم، طالب باحث. هي الصراحه التجربه الجامعيه بكل صدق تجربه جميله كيخص كل شخص يمر منها، فيها اشياء ايجابيه وفيها مطبات ومعاناه اللي كتقويك وكتردك انسان قوي وناضج، كتخليك تستعد للحياه. التجربه نتاع لافاك كتفيقك لانه كتكون غادي بواحد العقليه وغادي مأمن بالامان تاع والديك حتى كتخرج تصطدم بالواقع وكتفيق باش تعرف تتصرف مع هذا العالم المختلف على داكشي اللي كنت كتوقع فاش كنت كتقرا في الليسي. حنا بطبيعتنا كنركزوا غير على الاشياء السلبيه والدراما. لافاك ما فيها افاق، لافاك غير ضياع للوقت، وكنشوفوا النماذج الفاشله. فلان قرا حتى عيا في لافاك وما دار والو، شتي فلان قرا حتى عيا وراه بيطالي. الرزق نتاع الانسان مكتوب ومقدر باش يجي في الوقت المناسب. كاين اللي كيجي رزقه في سن 20 سنه، كاين اللي كيجي رزقه في 30 سنه. الانسان خاص غير يدير المجهود نتاعو، هذا هو الاهم. كيف ما كاينين نماذج نتاع الناس اللي قرات وما دارت والو، كاين الناس اللي قرات ووصلات. انا شخصيا كنعرف بزاف نتاع الناس اللي قراو وسالاو القرايه وبقاو بيطاليين لواحد المده ومن بعد سهل عليهم ربي. فواش كان من المفترض قبل يهزوا الرايه البيضاء وما يديروش المجهود نتاعهم ولا يديروا اللي عليهم والكمال على الله؟ فاش كتكون في لافاك كيخصك تركز على حاجه وحده هي القرايه نتاعك، اما المستقبل ما عارف شنو مخبي ليك. كاين اللي قرا حتى عيا ومن بعد ما عجبوش يخدم في الدومين اللي قراه، ولكن التجربه نتاع لافاك علماتو بزاف نتاع الحوايج. حتى الا بغيتي تفتح مشروعك الخاص انا كنشوف بلي احسن تكون قاري وعندك واحد لوسطاتي في المجتمع، لانه الاغلبيه نتاع المجتمعات كتعترف بشنو عندك، يعني الدبلومات اللي حصلتي عليها. ولو ان هذه القضيه ما كتعجبنيش ولكن هذا هو الواقع المر. المجتمع ديالنا مجتمع المظاهر. اما بالنسبه للنصائح والخطوات اللي خاصك تتبع اذا كنت نجحت في الباك وغتقرا في لافاك، اولا كنبغي نبارك لك الدخول للجامعه. هذا الشيء معناه انك دخلت لواحد العالم جديد، عالم فيه بزاف نتاع التحديات والفرص. باش تبدا حياتك الجامعيه على احسن وجه غادي نلخص لك بعض النصائح اللي غادي تفيدك بزاف. اولا اختار التخصص ديالك بوعي. قبل ما تختار اي تخصص حاول تفهم مزيان واش كيعجبك، واش عندك فيه شغف، وايضا شوف واش فيه مستقبل. ما تختارش شي تخصص غير باش دير بحال الاصدقاء ديالك ولا دير شي حاجه اللي غير تفرضات عليك من طرف العائله ديالك. نظم وقتك ودير جدول زمني. الجامعه ماشي بحال الثانويه، خاصك تكون منظم، دير جدول زمني باش تقسم فيه وقتك بين الدراسه الراحه والانشطه. ثالثا حضر المحاضرات. هذه اهم نقطه. الحضور للمحاضرات مهم بزاف باش تفهم الدروس مزيان وتقدر تسول الاساتذه على اي حاجه ما فهمتيهاش. دير واحد المجموعه نتاع واحد الاصدقاء اللي حتى هما باغيين يقراو. الدراسه مع مجموعه ديال الاصدقاء اللي عندهم نفس التخصص غادي تساعدك تفهم الدروس على احسن وجه وتحل التمارين، لانه شي مرات كيكون عندك مع شي ماده ولكن غير حيت ما كتخدمش فيها بزاف نتاع التمارين فديك الماده ما كتجيبش فيها نقاط عاليه. انت فاهم الدرس ولكن غير حيت ما خدمتيش بزاف نتاع التمارين دوك المعلومات اللي فاهم ما كتثبتهمش. استغل المكتبه. المكتبه هي
هي كنز من المعلومات، استغلها باش تقرا كتب اضافيه وتبحث عن المعلومات في مواضيع مختلفه، وبالضبط في المواضيع اللي كتخص المجال ديالك، المجال اللي كتقراه. بالاضافه لانه ما خاصكش تخاف من طرح الاسئله، الاساتذه كاينين باش يساعدوك. ما تخافش من طرح اي سؤال كيجي على بالك، باش هكا تاخذ معلومات صحيحه وتحيد الشك. والنصيحه ما قبل الاخيره، اهتم بالصحه ديالك، حاول تاكل اغذيه صحيه باش تساعدك في التركيز، وتمارس الرياضه وتنعس بشكل كافي، لانه الصحه الجيده هي مفتاح النجاح في الدراسه. واخيرا استمتع بالحياه الجامعيه. الجامعه هي فتره من احسن الفترات في حياتك، تستغلها باش تتعرف على اصدقاء جداد وتشارك معهم في الانشطه وتستمتع بالحياه ديالك في ديك الفتره، لانه هذه الفتره هذه ملي غادي تفوت ما عمرها ما غادي ترجع. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم خليو واحد اللايك، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك في القناه، لانه جايين فيديوهات بزاف في عده مواضيع. شكرا لكم على المشاهده، السلام عليكم.